يلي عنده كم درة يقوم يجيبن لنعمل فيهم كيك أو تارت مسقسق بالكراميل لحاله أو مع آيس كريم بياخد العقل على قد منه طيب. عن جد إدمان. ويلي سبق وحب كيك التفاح المكرمل أكيد رح يحب كتير هيدي الوصفة. للكراميل نص كباية سكر منحطن على النار، ما منحرك قبل ما يبلش يغير لونن. من بعد ما يتكرملوا وما بدنا اللون يغمق كتير منضيف ملعقتين كبار من الزبدة. منكون محضرين القالب دهنينه بالزبدة، ريشين الأطراف بالطحين وبالنص حاطين ورقة خبز أو الزبدة على السريع. مننزل الكراميل ومنصف شرحات الدراء مثل ما منحب. للكيك كل المكونات لازم تكون بحرارة الغرفة. بدنا بيضتين، ملعقة صغيرة من الفانيليا، ملعقة صغيرة خل أبيض، نص كباية سكر. نخفقهم كتير منيح ليبيض لونهم. نرجع منضيف نص كباية زيت نباتي، نص كباية لبن أو زبادي. للمواد الجافة كباية ونص طحين، ملعقتين صغار بيكنج باودر، رشة ملح. مننخلن فوق الخليط ومنرجع منخفق، بس هالمرة ما منبالغ كتير بالخفق لنحصل على هيدا القوام. مننزلن فوق القالب وعلى الفرن الحامل رف الوسط 180 درجة النار من تحت، وإذا احتاجنا منرجع منولع شوي من فوق. وهيدي هي النتيجة. الريحة بتجنن. ننطره ليروق شوي كم دقيقة ومنرجع منقلبه. جربوه خبروني وما تنسوا تبعتولي تطبيقاتكن، وألف صحة على قلبكن.